ما حكم حجز الأماكن في المساجد؟ فإذا فارق المصلي مكانه للحاجة ليعود إليه فهو أحق بمكانه، سواء حجزه بشيء أو لم يحجزه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، غير أن الأحقية بالمجلس إنما تتقرر بالمفارقة اليسيرة كالتوضؤ، قضاء الحاجة، أو الشغل اليسير أولا، كما يكون أحق بمجلسه في تلك الصلاة وحدها دون غيرها، كما صرح به النووي في شرحه على مسلم ثانيا. فإذا انتفى أحد الشرطي الأحقية بالمجلس أو كليهما انتفى المشروط، ولم يبقى للمكان المحجوز أي وجهة للمطالبة والاستحقاق، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.